التقرير جه متأخر شوية، طبعا بنعتذر للناس اللي هي بتبقى مستنية كل جمعة التقرير بتاعنا. ولكن التقرير ده يا جماعة هنتكلم فيه عن حالة السوق الجمعة الماضي. وطبعا هو نزل متأخر شوية، احنا طبعا بنعتذر للناس كلها. ولكن هنتكلم في التقرير ده يا جماعة كده من غير رغي كتير، ونخش في المقدمة بتاعت الفيديو على طول. ليه الجمعة الماضية ما كانش فيه لم على الطيور، وليه الأسعار كانت واقعة. يعني الأسعار كانت واقعة وما كانش كمان فيه لم، يعني حتى ان الاسعار نزل، يعني الاسعار بقت نزلت وبقت في اسعار شبه الفتره الماضيه، يعني كانت من شهر او من شهرين كان في اسعار ميته جدا وكانت اسعار قليله جدا. ومع ذلك ان مفيش كمان لم، ومع ذلك ان كمان التجار عاوزه تنزل في الاسعار اكتر من كده. طبعا معايا في الفيديو هقول لك الخطوات كلها واقول لك ده حصل كده ليه. طبعا يا جماعه ان احنا كنا عارفين بعد رمضان او بعد العيد كان في طلبيه كبيره شغاله، كانت بتلم زبرة وكانت بتلم كوكتيل بجميع ألوانه وجميع طفراته، وكان عليها لم على الروز وكان في لم على الأسترالي. أصبحت الآن الطلبية دي وقفت ومحدش لحد الآن عارف في طلبية هتبدأ تشتغل إمتى. كل التقارير اللي بتنعمل وكل التقارير اللي بتحصل عن حالة السوق، اللي بينزل السوق بيتابع حالة السوق بيقول التقرير إيه. ولكن محدش يعرف إن في طلبية هتفتح جديدة أو لأ، أو في طلبيات تاني في فصل الصيف أو لأ. ولكن أحب أطمنك إن كده كده أصلا حتى في فصل الصيف ناس كتير بتكون شايله البيضات، وناس كتير بتكون موقفه الانتاج، وناس كتير بيبقى الانتاج عندها قليل. كده كده بيبقى اصلا الطير في فتره القلش بتاعته، والطير بيبقى مريح. فالطيور مش هتكتر بنسبه كبيره في فصل الصيف، دي حاجه احب اطمنك يعني. ولكن الفتره اللي جايه برضو، يعني حتى لو فضلوا يوقعوا في الاسعار اصلا كده كده مفيش طيور في السوق. وحاجه كمان ان هم محتاجين الطيور ديت، يعني وقت ما طلبيه جديده تفتح هيبدا هم محتاجين الطيور دي. وكمان هم بيقعوا الاسعار، يعني عشان خاطر كده هم بيقعوا الاسعار. مفيش طلبيه، يعني اللي بيلم لمحل بيلم بيكمل شويه حاجات بسيطه. ده اللم اللي ماشي شغال في السوق دلوقتي، يعني اللم اصبح متوقف تماما تمام. وكمان الاسترالي نصيحه حافظ على الاسترالي الفتره اللي جايه، لان كده كده كل ده بيرجع لايد المربي، كل ده بيرجع للمربي. يعني ازاي؟ الاسترالي دلوقتي في السوق لو انت عاوز تطور من مستواك، لو انت عندك مثلا مستوى استرالي اللي هو العادي، الاسترالي العادي، يعني عايز تطور وتعمل مستوى، تخلي مثلا العادي ده يبقى ريمبو، تخلي الريمبو ده يبقى فلل، تخلي لاسونجات، تخلي فلل لاتيني وفلل البينو. تبدا تطور من المستوى اللي عندك في الفتره دي. الفتره ديت لو عاوز تشتري تبدا تشتري، لان السوق اسعاره قليله جدا. والاسترالي انا شايف الاسترالي الفتره ديت لو عاوز تخرج من جوه الاسترالي العادي وتبدا في المستويات الحلوه، يعني زي المستويات الانصاص الكويسه. وفي معلومه كمان وفي نصيحه كمان لوجه الله، الانصاص دلوقتي بقت اصبح افضل، يعني اصبحت الان دلوقتي افضل مستوى في الاسترالي. الانصاص عامه بقت افضل من الانجليزه، وافضل من المستوى اللي هو العادي، وافضل من الفلل. الانصاص دلوقتي يا جماعه مطلوبه جدا ومستوى حلو. الانصاص اللي هي مستوياتها كويسه واحجامها حلوه ده مطلوب، يعني زيها اصبحت زي الانجليزي، وبقت كمان هي افضل ومطلوبه في اللم. والانصاص ماسكه سعر. احب اعرفك لو عايز تشتغل في الاسترالي اشتغل في الانصاص. الانصاص برضو كويس وماسك سعر غير الاسترالي العادي. حتى الريمبو اصبح الان يعني اسعاره واقعه، لان الناس اللي هي بتربي رمبوهات مش عارفين يتحدوا مع بعض ومش عارفين يقفوا مع بعض ويرفعوا سعر الريمبو شويه. يعني لدرجه ان انا قلت في تقرير قبل كده ان انا كان قدامي جوز ريمبو شبابات، يعني انت مش انت متخيل شبابات يعني مش اقل من 4 شهور، يعني الشبابات دي مش اقل من 4 شهور 5 شهور. دكرين ريمبو مستوى كويس، يعني مش مستوى وحش. لدرجه ان هو بيبيعهم ب 70 جنيه، يعني الدكرين 2 ريمبو شبابات على يعني داخلين على شغل. بيبيعهم صاحبهم بيبيعهم ب 70 جنيه. وكمان الهاوي اللي بيشتري منه كان بيبيعهم تداول. الهاوي اللي بيشتري منه يعني بيقول له 60. يعني انت متخيل ازاي؟ لا انا ممكن ابيع جوز استرالي شغال عادي ب 70 80 جنيه، واشتري قص ريمبو زي كده، او اشتري زغاليل ريمبو، او ابيع زغاليل استرالي واجيب زغاليل ريمبو من السوق. احاول ان انا اطور من الهوايه، احاول ان انا اعلم من هوايتي، لان طبعا كده كده ان الحبوب حتى لو نزلت هي برضو غاليه. يعني حتى الحبوب لو هترجع وقلنا ان الحبوب هترخص من 70 جنيه ل 60 جنيه، برضو الحبوب غالية. لأن أنت لو هتقارنها بال 25 البلكم وب 30 جنيه، في فرق شاسع. الرخص ده يا جماعة إن الحبوب تنزل اللي ترجع زي الأول تاني، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك مثلا إن الحبوب نزلت 5 جنيه و10 جنيه كده إن الأكل رخص. لا، الأكل ب 60 جنيه برضو مش رخيص، وب 50 جنيه كيلو البلكم ولا كيلو الفلارس ب 50 جنيه برضو مش رخيص.
ولكن لو رجع للرينج ده هيبقى كويس، انت فاهم. واحب اطمنك كمان ان الفتره اللي جايه ان البلكم الجديد نزل السوق، يعني البلكم الجديد نزل السوق موسم حصاده، بس هو لسه قدامه مثلا شهر ولا حاجه وهينزل السوق. فبالتالي في الصيف هيبدا الكميه الجديده مش هينفع تخش على الكميه القديمه، فبالتالي اللي كان مخزن عنده بلكم وكان موفر عنده بلكم هيبدا يتخلص منه او يبدا يبيع اللي هو القديم او بتاع السنه الماضيه بسعر قليل عشان خاطر يكون عليه سحب. يعني ممكن البلكم يوصل تاني ل 40 جنيه الفترة اللي جاية، يعني ابتداء من شهر مثلا، يعني تعالوا نبدأ مثلا نقول في شهر 7 ممكن البلكم يوصل ل 40 جنيه تاني. ولكن عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو هنتكلم عن حالة السوق. ان دلوقتي طبعا في طلبية واقفة، والكل بيتكلم ان مفيش لم في السوق، ان الاسعار بدأت تنخفض وترجع زي الاول. ولكن احب اعرفك ان الطلبية واقفة، وقبل ما اول جمعة ان شاء الله يكون في لم او طلبية تبدأ تشتغل، تابع معايا التقرير، يعني تابع معايا تقارير. يعني دلوقتي في طلبيه واقفه ولم بسيط جدا، يعني حتى اصبح لم برخيص جدا، وحتى اللم كمان بقى على الكوكتيل قليل جدا، يعني حتى ان اصلا الكوكتيل مش موجود. ودي حاجه يعني ما تقلقش ان اللم واقف، لا يعني حاجه يعني ده العادي ان ممكن طلبيه تقف واللم يقف فتره على ما الطلبيه الجديده تشتغل. فبالتالي لما الطلبيه الجديده تشتغل هيبدا السحب هيشتغل زي الاول على الطيور. ولكن دلوقتي ما فيش طيور في السوق، يعني حتى الطور قليله جدا، الكوكتيل قليل جدا، الكوكتيل بكل انواعه كمان، الروز قليل جدا. ولكن الاسترالي طبعا معروف ان هو بيكون كتير في السوق، عشان خاطر ان الاسترالي اي هاوي مبتدئ حتى بيبدا يربي بينتج منه وبيشتغل منه. معروف ان الاسترالي بيشتغل وبينتج كويس جدا، غير الطور اللي هي مستويات العاليه زي الكوكتيل اللاتيني والروز والحاجات دي بيكون شغلها بتشتغل برضه بس شغلها قليل. فانت ده يرجع لايه؟ ده بيرجع للمربي وبيرجع للهوى اللي بينزل السوق يبيع. ان انت بتتحكم او بتتمسك بطيرك، او ان انت بتبيع بسعر كويس، او ان انت بتنزل، او ان انت مثلا بتنزل السوق بكميات كبيره وما بتعرفش تتمسك بالطيور بتاعتك في السوق. يعني ما تنزلش بكميات كبيره، وحاول بقدر امكانك ان انت تنزل بكميات قليله على ما الطلبات تشتغل. لو انت برضه مضطر ان انت تنزل السوق وتنزل تبيع ما تنزلش بكميات كبيره، خلي انزل بكميات قليله يعني، وانزل برضه باحسن حاجه عندك عشان تعرف تمسك فيها سعر. يعني حتى لو الطلبات واقفه والاسعار واقعه، لو حاجه معاك كويسه وهتمسك فيها السعر، التجار هتاخدها منك، يعني التجار هتاخدها وهتاخدها بالسعر اللي انت تقول عليه. لان التاجر هيبقى عارف ومقدر ان الحاجه دي كويسه، وان الاسعار مثلا سواء في طلبيه شغاله او مش طلبيه شغاله، ان الاسعار وصلت مثلا لحاجه معينه والتاجر اتمسك لحد الحاجه ديت مثلا او لحد الاسعار اللي طلعت، فبالتالي هيلم بيها، يعني فبالتالي هيلم بالاسعار دي. ونصيحه كمان الفتره اللي جايه، زي ما قلنا اللي عاوز يطور يبدا يطور في الاسترالي، يطور في الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه كمان الاسترالي بالنسبه للحاجات اللي هي الاسترالي طبعا مش هي سعره مش هيرفع بسهوله، لان طبعا هو منتج، واي حد بيشتغل في الاسترالي ربنا بيكرمه وبينتج. ولكن دلوقتي اميز حاجه في الاسترالي هي الانصاص، ده من وجهه نظري انا، وجهه نظري الشخصيه. طبعا عايز تعمل بيها براحتك، مش عايز تعمل بيها برضه حاجه ترجع لك انت. انا بقول لك ان الاسترالي الفتره اللي جايه طبعا هو حتى لو بقى عليه لم اصبح الاسترالي بيشتغل، يعني حتى لو واحد جاب ذكرين اتنين حطهم مع بعض هينتجوا برضه وهيشتغلوا تمام. يعني عايز يشتغل في الاسترالي يشتغل في الانصاص. مستوى الانصاص حتى الفرد بتاعه ب 100 جنيه، الجوز بتاعه حتى ب 150 جنيه اقل حاجه. الجوز بتاع الاسترالي الزغاليل الاسترالي اللي هي الزغاليل الاسترالي اللي هي الانصاص اللي مستوى كويس مش اقل من 150 جنيه. فده ماسك سعر وماسك بيجيب تكلفه اكله تمام. السونجات والحاجات اللي هي بقى المستويات اللي هي العاليه، الحاجات اللي هي بدات تقع برضو الفتره اللي جايه ديت وهتبدا تقع، زي البلاكات والوينج يعني الحاجات اللي هي ايه اللي احنا بنسمع عنها كانت بارقام خياليه. دلوقتي تقدر انت تجيب اي جزء بلاك وينج اللي كان ب 1200 و1000 ونص والكلام ده كله، تقدر تجيب بلاك وينج دلوقتي باي سعر. تقدر تجيب البلاك، يعني اي حاجه بالنسبه للاسترالي اللي كانت طفرات وكانت مثلا الفله اللي هي البلاك وينج او الحاجات اللي هي المستويات العاليه، تقدر دلوقتي تجيب حاجات رخيصه جدا باسعار رخيصه جدا من السوق، وتبدا كمان تطور من هوايتك. ولكن عشان برضو نخش ورا موضوع الفيديو، احب اطمنك ان الفتره اللي جايه اول ما يبدا طلبيه او قبل الجمعه او هيكون في طلبات تبدا تشتغل، طبعا متواصل مع ناس اصحابنا من زمان وهي بتتعامل مع تجار وبتسلمها في السوق. فاول ما نبدا الطلبات دي تيجي تشتغل ان شاء الله هنقول لك ان في طلبيه مثلا الجمعه اللي جايه ابدا انزل بكميات برضو قليله، وابدا يتمسك بالاسعار والاسعار اللي هتسلم بيها ايه. وانت كمان هتلاحظ من تقاريرنا اللي هيبدا لما تنزل السوق هتبدا تلاقي فيه فعل لم على انواع طيور معينه اللي احنا هنقولها لك. واحب اطمنك ان دلوقتي لو في طلبيه واقفه، ان طبعا في فصل الصيف الناس بتبدا تقلل من الطلبيات عشان خاطر
الموت بتاع الطيور بيبقى في جو الحر ده وفي الصيف وفي شهر بالذات في الحر بيكون في موت للطيور كتير طبعا. فده بيبدأ الطلبات تقل لان بيكون في ارهاق على الطيور. ولكن عشان برضو ما نطولش في الفيديو ونقول اللي احنا عدناه، احب اذكرك لو انت بتسمع الفيديو لهذه اللحظة اشترك في القناة من غير رغي كتير، واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وطبعا لو استفدت اي معلومة ما تبخلش علينا باللايك.